طلعت لنا بعض الاسماء من المدربين على مستوى عالي. اليوم احنا نشوف سوزا وكوبر او عموته، هاي الاسماء الكبيره، وحتى كيروش. كابتن، اليوم يعني اتحاد القدم يتوجه لهذه الاسماء الكبيره، احنا منتخبنا نمتلك هاي الادوات اللي يحتاجها هذا المدرب؟ يعني هو اللي يذهب باتجاه مدرب صاحب سيفي وصاحب تجربة كبيرة، نعم، أكيد يكون هو المسؤول الأول والأخير على نتائج المنتخب. أنت المنتخب العراقي يعني مو قليل يعني الشأن في القارة الآسيوية ولا في القارة، يعني حتى على مستوى الدول العربية. لكن المدرب عندما يجيك الآن المدرب اللي راح يجي طوارئ، يعني ما تقدر تعتبره مدرب راح يبني لك منتخب، لأنه المفروض احنا المدرب اللي تريده تختاره صاحب سيفي وصاحب تجربة لا خلينا بالمدرب الأجنبي كابتن. يعني اليوم طرحت أسماء مثل سوزا أو كوبر او اسماء على مستوى كيروش وغيرها من هاي الاسماء، يعني هاي باعتقادك هاي الاستهلاك الاعلامي، اكو مناوره وبعدين يرجعون للمحلي؟ انا بالنسبه لي يعني ما عندي قناعه كامله بالنسبه لهم، لانه هناك تفاوت في يعني كيروش رجل يعتمد على الفلسفه الدفاعيه، كوبر كذلك يعتمد على الفلسفه الدفاعيه. بالنسبه لسوزا عنده تجربه، يعني ما مساعد له منتخب الى كاس العالم. احنا ما نحصرها بهؤلاء، يعني المفروض يكون احنا عندنا اكثر من خيار. قلت لك انا يعني احنا المفروض يكون عندنا لجنه فنيه وهي اللي تخلي امامك الخيارات وانت تختار الرجل المناسب في هذه المرحله. نعم. كوبر يعني رجل كبير، يعني حتى ما يقدر يتحرك، ما اعرف شلون راح يكون يحل لك هاي الازمه اللي انت بيها. عندك مباراتين مهمتين، تحتاج لك رجل نشط، رجل يتفاعل معاك على الخط. يعني هي كرة القدم نعم. تحتاج إلى تفاعل، تحتاج إلى تشجيع اللاعبين، تحفيزهم. كوبر هو يحتاج لواحد يحفزه. انت يمكن ما ملاحظين كوبر نعم، هو رجل كبير بالسن. نعم، رجل كبير السن. يعني كيروش ما نجح بالفترة الأخيرة، يعني هم اثنينهم اعتقد دربوا مصر، اثنينهم نفس الشيء. صح. احنا ليش نحصر نفسنا بكوبر وكيروش ونحصر نفسنا بهذه الاسماء؟ ليش ما يكون عندنا يعني قاعده اوسع من المدربين؟ وليش احنا نحصر نفسنا بالمدربين اللي عملوا بالمنطقه حصرا وما عندهم يعني نتائج على مستوى تاهيل الفرق الى كاس العالم؟ يعني كيروش نعم اهل المنتخب الايراني، صح، او انا اعتمد عليه بانه يأهلني لانه اهل المنتخب الايراني. لا، هذا مو منطق فني، لانه الادوات اللي يتأهل بها المنتخب الإيراني أو الأدوات اللي يتأهل بها المنتخب الكوري أو الياباني تختلف عن الأدوات الموجودة عندنا بالعراق. البيئة، المناخ، الدوري، طبيعة التعب. صح. طبعا صح. الدوري، يعني حتى إدارة كرة القدم. صح. يعني احنا بالأمس طفت الكهرباء عندنا في ملعب الميناء. نعم. فاحنا ما نقدر نجي نقارن مثلا مدرب درب ايران وصعدتهم الى كاس العالم. ما هي ايران كل سنه تصعد كاس العالم، شنو الجديد يعني؟ كوريا كل سنه تصعد الى كاس العالم.